فشل النادي الاهلي في التعاقد مع مهاجم اجنبي. واحد يقول لي الله، هو الاهلي بيفشل؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما الاهلي يفشل؟ فشل في التعاقد مع المهاجم الاجنبي بالتحديد سوزا. ايه القصه بقى؟ قصه سوزا ايه؟ سوزا الاهلي تم الاتفاق مع النادي الكوري في الاول على 500,000 دولار. بعد كده النادي الكوري قال لك لا انا عايز 700,000. الاهلي قال له ماشي مفيش مشكله 700,000. بعد كده اترفعوا ل 800,000. الاهلي قال لك مفيش مشكله 800,000 مفيش مشكله. اللاعب وقع. بص بقى، اللاعب وقع سوزا وقع للنادي الاهلي، والاهلي وقع خلاص على الاتفاق، لكن النادي الكوري رفض التوقيع. النادي الكوري رفض التوقيع، والنادي الكوري زي ما بنقول كده، مش عايزين الكلمه تبقى صعبه يعني، مش عايز اقول ضحك. النادي الكوري يعني طلع عيل. حلو التعبير ده، حلو. النادي الكوري هو اللي طلع عيل، لكن الاهلي ما نضحكش عليه. فالنادي الكوري طلع عيل ورجع في الصفقه رغم توقيع سوزا، ورغم توقيع الاهلي كان فاضل توقيع الفريق الكوري وخلاص يبعت البطاقه الدوليه، ويطلع سوزا على المعسكر في النمسا من 28 اغسطس ل 6 سبتمبر. لكن النادي الكوري رجع في كلامه وطلع عيل. دي قصه سوزا. طب نرجع بقى، هل فشل الاهلي في التعاقد؟ الاهلي فشل في التعاقد مع المهاجم الاجنبي، لان استحاله الاهلي يخش السبع بطولات السنه دي باثنين مهاجمين وفيهم واحد يا جماعه مش مهاجم. انا ما اقتنعش ان كهربا مهاجم، كهربا جناح. صلاح محسن اللي متالق ماشي مع سيراميكا ورجع الاهلي، وكهربا. ومشينا مين؟ مشينا محمد شريف، وما دورناش على مهاجم في الدوري المصري يعني في الرمق انه يقدر يشتغل. ما تقوليش شادي حسين خلاص. فهل النادي الاهلي فشل في ملف التعاقد مع مهاجم؟ وكولر زعلان، والكابتن الخطيب قلب الدنيا. يعني الكابتن محمود الخطيب قلب الدنيا دلوقتي على مهاجم. اتكلموا في موليكا عايز 5-6 مليون دولار وشكله رايح السعوديه. فهل الاهلي يدفع 5-6 مليون دولار؟ ما اعرفش، لا يمكن، ما تحصلش. فكده الاهلي فشل في ملف المهاجم الاجنبي. الملف اللي بعد كده بقى من نادي الزمالك، هناخد شويه اخبار كده. نادي الزمالك اخبار حلوه يعني. نادي الزمالك سيتم رفع الحجز عن امواله لممدوح عباس والضرائب والتامينات يوم الاحد اللي هو بكره. نادي الزمالك هيتم رفع الحجز عن الضرائب والتامينات وممدوح عباس. يعني البنوك هتفتح بكره خلاص، النادي الزمالك مش هيكون عليه فلوس خالص، لا ممدوح عباس ولا تامينات ولا ضرائب. فده خبر حلو لكل الزملكاويه. الخبر الحلو الثاني للزملكاويه، يوم الخميس الجاي 31 اغسطس سيتم دفع الغرامات لسبورتنج لشبونه، ويتم فتح باب القيد. خبر جميل للزملكاويه، سيتم فتح باب القيد للزمالك بعد تسديد الغرامات لاتشيمونج سبورتنج لشبونه، ويقفلوا الملف ده خالص، والزمالك يبدا يسجل صفقات من 31 اغسطس. يعني الزمالك هيبقى قدامه اسبوعين. فهل الزمالك يلحق يجيب حد؟ هل الزمالك يلحق يتعاقد ام هو متعاقد مع لعيبه وما فعلش التعاقدات دي؟ فده خبر حلو جدا لنادي الزمالك. ممدوح عباس داخل بقوه وبيدعم. الخبر اللي بعد كده برضو من نادي الزمالك، حازم امام الكبير بيقول لك الفتره دي صعب ان انا اترشح لرئاسه نادي الزمالك لان في مشاكل، فصعب جدا الوقت مش مناسب ان انا ادخل. لكن انا يا جماعه بس بخدم نادي الزمالك بطرق كتيره، من ضمنها فتح باب القيد لما الزمالك توقف باب القيد، من ضمنها الاقساط اللي على نادي الزمالك جدولها، من ضمنها واهم اللي من ضمنها انه كلم ممدوح عباس يدخل نادي الزمالك يدخل داعم لنادي الزمالك في موضوع ايقاف القيد علشان يدفع الغرامات، وموضوع الضرائب والتامينات علشان يدفع الفلوس. الموضوع اللي بعد كده موضوع صعب جدا على عهده اليوم السابع، ان مدير الشؤون الماليه في نادي الزمالك اسمه استاذ مجدي تقريبا كان بيفحص كشوف الموظفين، ولقى 65 موظف وهمي في الاستمارات. 65 موظف وهمي بياخدوا في الشهر 350,000 جنيه، مالهمش بقى لا كشوف ولا اسامي ولا بطاقات ولا الكلام ده. ومده الفلوس اللي صرفوها او كميه الفلوس اللي صرفوها حوالي يوصل ل5 مليون جنيه من غير اي ورق، يعني اسامي وهميه. كانت بتروح لمين؟ مش عارفين. مين اللي كان بياخدها؟ محدش عارف. نادي الزمالك يا جماعه كان بزراميط خالص. ده على عهده اليوم السابع، مش كلام انا، وارجع اليوم السابع. يعني 65 موظف وهمي كانوا بيقبضوا مرتبات. يا نهار ابيض، ازاي الكلام ده؟ لا اسم ولا بطاقه ولا اي حاجه خالص. الجمال ده، دي الحلاوه دي. يعني نادي الزمالك ده كان زي ما انا قلت سمك لبن تمر هندي. وانا قلت في كل فيديوهاتي، هو نادي الزمالك مالوش حد يسال عليه؟ يعني مالوش حد يسال عليه نادي الزمالك؟ مش ده حد ولا ايه؟ يعني يا جماعه ايه؟
يعني ازاي 65 موظف وهمي والمبالغ توصل 5 مليون جنيه؟ يا نهار ابيض على الكلام. فاللي جاي في نادي الزمالك من سيء لاسوء، بس شكل يعني هتبدا، يعني اللي جاي ايه اللي هو اللي بيكتشفوه، مش اللي جاي يعني، لا ان شاء الله نادي الزمالك داخل على خير. ما يكتشف من مخالفات اداريه وماليه من سيء لاسوء، لكن نادي الزمالك الناس بتخش بقوه بالدعم علشان نادي الزمالك يبدا يرجع تاني لمكانته. واخر كلام هقوله ان مفيش اهلاوي في مصر يتمنى ان نادي الزمالك يقع. مفيش اهلاوي في مصر يتمنى لنادي الزمالك انه يقع. كل الاهلاويه يتمنوا نفسهم ان نادي الزمالك يقوم. زي ما قلنا في كل فيديوهاتنا بناكد ان كل الاهلاويه قبل الزملكاويه يتمنوا نادي الزمالك يبقى قوي ويقف على رجليه علشان يبقى قطب كبير مع النادي الاهلي يناطح بعضه بشرف في الملاعب. لكن الاهلاويه والزملكاويه يتمنوا ده يخطف لاعب من هنا، ده يخطف لاعب من هنا، اخد من عندك احسن لاعب، اخد من عندك احسن لاعب، يعني اخبط فيك شويه. لكن الاثنين يتمنوا الاثنين يبقوا اقوياء. ده اللي الجماهير وده اللي الانديه عايزاه، ان الاثنين يبقوا اجمد من بعض. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.